بما اني النهارده اجازه وبكره اجازه، فانا قررت ان انا اعمل بان كيك. مش بس كده، قلت ان انا اعمل كمان صينيه بطاطس بالفراخ. يلا بينا هنروح نجيب الحاجه بتاعتها من السوبر ماركت ونرجع نشوف هنعمل ايه. Oh my god, bro. بس الاول نروح نرمي الزباله وبعد كده نكمل. ايه ده بيلعبوا العب. بص بيلعبوا كوره، بس ده مش السكن بتاعنا، السكن اللي جنبنا. هو السكنين، ده سكن بتاعنا وده السكن بتاعه. السكنين مشتركين في حاجات كتير، يعني هم نفس الجامعة يعني. طيب يا جدعان، السوبر ماركت اهو قدامنا. هجيب الحاجة واطلع احاسب على طول. ترى وصلت وهندغدغ الدنيا. مال ايه اللي انا جبته بقى؟ جبت دي للبان كيك وكده. والله ما اعرف، بس انا لقيتها ليها علاقه بالبان كيك، مرسوم عليها بان كيك وكده، فقلت اجيبها. دي خميره، ما اعرفش هحتاجها ولا لا، بس قلت اجيبها وخلاص. البتاع ده اللي هو بيتحط عليه من فوق كده زي المربى وكده. هنهبط يعني، احنا كده هنهبط. انا حاسس ان الموضوع وسع مني، بس هنكمل. فيلا بينا نروح على المطبخ ندغدغ الدنيا، هنكسر الدنيا. يلا بينا. طيب يا جدعان، عشان انا حاسس ان ان الموضوع وسع مني شويتين تلاتة، فتقريبا انا هعمل صينية البطاطس بالفراخ الدبابيس في الفرن لبكرة، يعني مش النهاردة، لا لبكرة. فاحنا دلوقتي هنبدأ ان احنا نتبلها ونسيبها لمدة يوم كامل ونروح نشوفها بقى ايه تاني يوم. فاحنا هنبدأ بقى في التتبيلة ونكمل الخطوة اللي جاية اللي هي بكرة إن شاء الله. فيلا بينا نبدأ في البتاعة دي ونخش على البانكيك بعد كده على طول. مش محتاجة انت ان اطلب منك علشان يجيب لي وصفات من تاني. الاسعار نار، لحمة وخضار، وازاي انا اوفر. فدول احنا هناخدهم ونحطهم في التلاجة لحد بكرة، ونبدأ بقى نكمل بقى صينية البطاطس بكرة إن شاء الله. فدلوقتي خلينا نرجع للبانكيك بتاعنا ونكمل. لسه جايب من اليوتيوب حالا دلوقتي. دي تقريبا الحاجات الأساسية اللي بيتبني عليها البانكيك، تمام. في حاجات زيادة يعني، بس أنا مش يعني أنا مش فاهم هبدأ إزاي. مبدئيا كده البتاع ده أنا جبته غلط، بس فتحته للأسف يعني بذكاء. ده اللي هو القمح الأسمر، مش القمح الأبيض. فإيه، مشيها بانكيك صحي. طيب خلينا ناخد الحاجة ونطلع بيها على المطبخ ونشوف هنعمل ايه. يمكن ندغدغ الدنيا. وصلنا المطبخ، الطاسة سخنة والدنيا بتعمل تمام. يلا نكمل. بنعملها وان شاء الله تظبط يعني. هو قال لي ايه بقى؟ قال لي ان هي لو فيها فقاعية تقلب على الناحية التانية. حتى الان لسه ما طلعتش، هي بدأت تعمل فقاعية يا جدعان. أول محاولة بقت بالفشل. هنعمل مرة كمان. أنا مش هيأس. ده كده عظمة قوي. تاني واحدة بقت بالفشل. هو مش الفشل بس يعني أحسن من الأولى يعني. بص دي وبص دي. ففي تحسن يا جدعان، والله في تحسن. استنى هتظبط.
بعد المحاولة 30 تقريبا، بس ظبطت والله. يعني هي نعم شكلها مش عاطفي شوية، بس والله طعمها حلو، أنا دوقتها. بس دي المحاولات السابقة، فاحنا خلينا بقى نوصل للمنتج النهائي وهكمل لكم. 2000 years later. بس دول يعني دي اخر، يعني دي مثلا اخر واحدة دي كانت تمام، انما دي بيرفكت كده بالنسبة لي، يعني حلو قوي كده. فاحنا هنستمر عن الموضوع ده. طب زي ما انتوا شايفين كده مراحل تطور البانكيك. هو البانكيك كان بالمستوى ده اول ما استعملته، بس بقى زي كده الصراحة في تطور رهيب، ونقدر نقول ان احنا كده تمت المهمة بنجاح. هوريكم مراحل تطور البانكيك بتاعي دي، يعني مش عارف كده. دي كانت من اوائل الحاجات اللي انا عملتها، بس يعني ظبطت. استنى اجيب لكم حاجه حلوه الصراحه، مفيش حاجه حلوه. بس دي برضو دي من الحلوين الصراحه اللي انا عملتهم، ودي بقى اصغر واحده فيهم اللي انا عملتها. والله طلعت شياكه اقسم بالله. فده ما يمنعكش ان انت تيأس وتقوم تطلب دليفري بانكيك اسهل من المرمطه اللي احنا عملناها دلوقتي دي. دلوقتي الساعه بقت 1 اصلا، وهضطر ان انا اقوم يعني كمان بتاع 3 ساعتين كمان وهم اعمل السحور. طب على ايه ما تطلب يا ابن الحلال دليفري ونخلص الموضوع. وفي حاجه كمان، الا وهي ان الشوكولاته اللي انا جبتها، استنى، الشوكولاته اللي هي المفروض ان هي تبقى مطبوخه وكده، تمام؟ ما مش هي يا جدعان. بص عامله ازاي، ما اعرفش دي ايه، اقسم بالله ما اعرفش دي بتبقى جيلي دي ولا ايه، ما اعرفش. بس احنا انت فاكرني اهبل؟ لا يا باشا انا مش اهبل، عملت حساب. جبت دي. ايه ده عامله كده ليه؟ يا نهار ابيض. استنى هتبقى مظبوطه والله. استنى، هي مرهقه والله، يعني هي مش هتيجي زي اللي بتيجي في الفيديوهات وكده. على فكره دول اللي نسيت اقول لكم، دول المحروقين والله مش محروقين، هي شكلها كده بس طعمها حلو. والله طعمها حلو. حلو والله. حلو والله. الخلاط كده اقدر اقول لكم انتهت فقرة اليوم. نستنتج من هذه الفقرة ان احنا نطلب دليفري وما نهبطش. بعد اذنكم محدش يهبط تاني. نسيت كمان اقول لكم بكرة في صينية فراخ، تمام؟ فراخ بالبطاطس في الفرن. احنا لسه ما كملناش، احنا هنكملها بكرة، انتظرونا وان شاء الله مش هتطلع شبه البانكيك. سلام. طيب يا جدعان، انا لسه صاحي، تمام؟ وانا قررت ان انا اكمل الهبد اللي انا بعمله في صينيه البطاطس، بس انا هعمله بدري لان انا عندي ماتش كوره كمان شويه. فانا قررت ان انا اعمله، يعني هو اصلا الماتش الكوره ده على وقت الفطار بالظبط، فانا قررت ان انا اعملها واخليها، ولما ارجع على طول ابدا اكل على طول. فهنبدا نعملها بدري بقى، يلا بينا. تركية تانية ألا وهي هنجيب مرقة دجاج، وهنجيب كوباية مية فاضية، ونحط بقى يا معلم البتاع ده، مرقة الدجاج دي، ونجيب مية سخنة جايبها، ونحط بقى يا معلم معاها، تمام؟ وهنقلب بقى يا معلم. حلو الكلام. وينزل بقى بالكلام ده على الحاجة بتاعتنا. بسم الله. انت ما حطيتش ليه صلصه؟ لا يا باشا انا نسيتها دي، انا جبتها. وتقريبا احنا خلصنا، يعني احنا مش مستاهله كل ده. فاحنا هنعمل كل الكلام ده بقى. اول حاجه المفروض نعملها الا وهي ان احنا هنحطها على البوتاجاز الاول، نسيبها تغلي شويه، او ممكن تحطها في الفرن بس من تحت خالص بحيث ان هي تغلي الاول، بعد كده تبدا تطلعها في فوق عشان تاخد الوش. فاحنا قبل ما نروح هنخزق كده شويه بحيث ان الحوارات كلها تخش جواها. والله انا الموضوع كبر مني، انا كنت في وقت فاضي كده قلت ان انا اعمل الصينيه، بس انا لقيت الحوار كبر مني يا جدعان، انا اسف. فاحنا دي هناخدها ونتكل على الله على المطبخ. هو المطبخ بعيد سيكا بس يلا بينا خلاص.
يا جدعان ده المطبخ كده، بس ده المطبخ البعيد، انا المطبخ جنبي اصلا، بس ده المطبخ اللي فيه الفرن، اهي دي الفرن. وهندغدغ الدنيا دلوقتي، ودي القعدة. والحمد لله ان مفيش حد عشان نعرف نصور براحتنا، فهنخليها الاول بس ايه تغلي الاول هنا، بعد كده بعد كده هنكمل. تعالوا اوريكم منظر حلو من الشباك يعني. بصوا يا جدعان بقى ده منظر اقسم بالله زي طيب يا جدعان بعد ما بهدلت الدنيا والله بص اتكسرت ازاي، يا نهار ابيض يا جدعان، اتكسرت كسره ايه ده. انا طب دي بايركس والله العظيم، لا دي بجد اقسم بالله دي حراريه يعني، المفروض بس هل انا عملت حاجه غلط؟ انا مش عارف يعني، انا عشان ما اظلمهاش الصراحه، فمش عارف الصراحه انا عملت حاجه غلط ولا لا. بس انا يا نهار ابيض يا جدعان، لو حد دخل عليا دلوقتي بالمنظر ده هتبهدل. ايه ده طيب انضفها طيب واحاول انقذ ما يمكن انقاذه وارجع تاني. انا هنزل اجيب واحدة تانية دلوقتي وهنشوف يعني، هنشوف الموضوع ماشي ازاي، عشان انا عايز اكل. اجيب واحدة جديدة ان شاء الله، بس ما تبصش هي كمان، وهرجع اكمل. ما انا مش هيأس والله، ما هيأس لحد الماتش يعني، الماتش قرب يبدأ اصلا، ربنا يستر. 7 hours later. جبتها والله، جبتها لسه داخل حالا من البيت. استنى، لا والله لا لازم افرجك، قعدت ادور عليها. استنى ان شاء الله الكوتش اتكسرت، بس عشان ايه انا خبطتها تقريبا وانا ماشي. اهي والله اهي، وبايركس عشان لو اتكسرت دي كمان هروح في الكوبايه. بص تستحمل لحد -40 وفوق 300 درجة، تمام؟ امين يا عم امين. تقدر تحطها في الفرن، عد معايا عشان ايه. تقدر تحطها في الفرن وفي التلاجة وفي الميكروويف وفي غسالة الاطباق، عداني العيب. بس فخلينا بقى بكرة عشان انا الصراحة تعبت وزهقت، فخلينا بكرة ان شاء الله بعد صلاة الجمعة، ان شاء الله بكرة الجمعة، فبعد الصلاة ان شاء الله نهبط سوا. فاكريني مش هعملها؟ جبت حاجات تانية بدل اللي باظت او اللي وقعت في الارض وكده، فانا هعملهم وهنرجع لخطواتنا الاولانية اللي هي كانت على الفلور، وهنرجع نعيد. بما ان انا جبت صينية جديدة، والله اقسم بالله دي لو اتكسرت هعرف فيهم في داهية، هيبقى بجد في مشكلة، بجد هيبقى في مشكلة. فخلينا نشوف هنعمل ايه، يلا. طيب يا جدعان انا قررت ان انا احطها في الفرن بس من تحت، يعني بحيث ان هي تبقى من تحت كده، واسيبها بس شويه تغلي من تحت بحيث ان البطاطس على الاقل تستوي، وبعد كده اطلعها لفوق للدرجه اللي فوق دي كده. اخيرا يا جدعان، اخيرا. جمال ودلال. حانت لحظه الحقيقه. بس اول حاجه هنعملها نجيب الرز ونجيب المشروب الرمضاني بتاعنا. بص لقيت ايه؟ ترى فيمتو، انا جبت فيمتو. يس، هذه اللحظة الجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب. بسم الله. حاسس بالانتصار، بس ايه، جت اللحظة ان انا اجرب فيها الفراخ، الا وهي هذه اللحظة الجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يكسر رزقك. يا لهوي، اقسم بالله ما ببالغ، بس عظمه والله عظمه. طب انا هقفل بقى عشان انا اكمل بقى في الليله دي. يا نهار ابيض يا جدعان، والله العظيم الصينيه دي رجعتني مصر وجابتني كده في ثانيه. ماشي
هروح اكل. شكرا لكم على المتابعه بتاعت الجميله دي. الموضوع وسع مننا وقعدنا بتاع 3 ايام نصور في صينيه. نشوفكم بقى في اي هبد تاني في المطبخ وسفريات تانية. سلام.